المصريين في دبي. محمد الملحي. فلما تعرفت على الملحي قررت انا وهو نعمل الصفحه بتاعت ايجيبشن كوميونتي ان دبي. الصفحه اتعملت يوم 31/12/2010 قبل الثوره ب 25 يوم. تعبنا فيها جدا في الاول. انا كنت بدخل اي حد الاقي مكتوب في الفيلم بتاع دبي ارمي الجزء بتاعه ايه البيج. الهدف الاساسي ان احنا كنا نجمع المصريين في دبي في مكان واحد. شفنا الجاليات التانيه بتتجمع كتير، فقلنا نحاول نجمع بعض احنا كمان. فكان احسن حاجه ان احنا نعمل ايفنتس نتجمع فيها. الايفنت احنا بنعملها عشان نشوف الناس الحلوه زيكم. انا فاكر اول ايفنت ما انساوش طبعا، انا دفعت فلوس من جيبي. كان ايفنت اللي كان في حديقه المنظر. كان بعد يوم التنحي، كنت انا قاعد قدام التلفزيون بتفرج زي اي حد. كنت قاعد متضايق جدا ان الناس فرحانه في مصر احنا مش فرحانين. كلمت وليد يلا وليد نعمل ايفنت في المنظر الجمعه الجايه. نزلنا، كان التنحي كان يوم 3. نزلنا يوم الجمعه عملنا ايفنت، نزلنا وجبنا اكل والناس كتير قوي جت واكلنا مع بعض وكنا مبسوطين جدا. ده كان اول ايفنت. عملنا سفاري وطلعنا شوينا. كان في ايفنت بينت بول. تالت ايفنت كان عشاء في الاخر في الخور. يعني الشبكه بيننا كبرت. لما يبقى في حد محتاج حاجه الموضوع بيبقى اسهل بكتير. لما حد يشوف بوست ان حد عايز وظيفه او محتاج مساعده يساعد، ما يكسلش. المصريين معروفين هم بيكسلوا. بس في ناس كانت في حوادث او في ناس كانت عندها مشاكل كبيره في شغلها، والحمد لله عن طريق صفحتنا وعن طريق الصفحات التانيه اللي نشرت من عندنا ربنا كرم الناس دي وسافروا اتعالجوا بره المصريين. الفضل يرجع لربنا مش لينا، يعني مساعدنا الناس. ده اللي انا عايزه من الصفحه الصراحه، يعني الناس تساعد بعضها. 14,000 واحد هم مصريين. دكتورة إلهام الزغري. ياسر طارق مدير مطعم لوكير 1940. احمد الششتاوي. محمد الزغري. عبد الجواد. محمد خلاف. سامح شعبان. انا احمد حسن. احمد سعدي. احمد بسيم. ايوه محسن طالب في الجامعه من جزر. اماني وحسن مختار. انا عملت ايفنت وقلنا نيجي نشوف نتعرف على الناس وكده. وانا جيت النهارده يعني عشان اتعرف على ناس جديده ويعني تغيير. تحس ان الجو ده جو اسري، وتحس ان في ناس كتير حابه تتواجد مع بعض. والله عايز اقعد مع مصريين واشوف مصريين واتكلم مع مصريين ونغير الجو، يعني بدل الواحد ما هو قاعد مع جنسيات تانية وشبه جنسيات تانية، فلازم نشوف مصريين. في ايفنت على البيج بتاعتهم على ايجيبشن كوميونتي ان دبي، واحنا حابين نشترك فيها نشوف المصريين هنا. فكرة جميلة جدا الواحد يجي يتعرف على شباب كويس منهم، حتى انتوا يعني شباب بسم الله ما شاء الله عليكم، يعني ربنا يبارك لكم. عايزين نخلي الفراغ الكوني اللي احنا فيه ده يبقى حاجه واقعه حقيقيه حصلت قدامنا. والله هو الايفنت بتعرف بيه على ناس. انا من ساعه ما جيت ما شفتش مصريين غير هنا. الشغل هنا بيخلي الواحد ما بيعرفش يقابل ناس كتير، فما بصدق ان يبقى في ايفنت يعني عشان احضر. وانا جيت عشان اتعرف على المصريين، لان انا ما اعرفش مصريين خالص غير صديقه واحده بس. حلو قوي ان كل مره بنتعرف ناس جديده. هتبقى سمول فان، الناس تبقى بيعملوا حاجه بدل ما بس قاعدين في كافيه اسكندر. دي اول مره انزل وبصراحه عجبني قوي الجو، يعني في شغل كبير وقوي. والله اليوم جميل بالنسبه لنا، يعني كانت فرصه جميله ان احنا نتعرف على الناس. اليوم حلو، المكان اصلا كويس، يعني كايرو لوكير كويس جدا واحنا عايزين نيجي فيه وانبسطنا. واليوم جميل جدا يعني، ودي اول مره اشارك مع الايجيبشن كوميونتي، بس انا بدخل على الصفحه من زمان. فكرة جميلة ومش أول مرة يعني يشارك مع وليد ومرة. لا هو ما شاء الله ظريف يعني. احنا فينا روح مصري، يعني بالنسبه للناس المغتربين اللي عايشين في الخارج كويس انهم يشوفوا ناس من نفس جنسهم في نفس المكان، بيدي الواحد احساس انه مش بعيد عن بلده قوي. فكره ظريفه قوي، وكانت فرصه ان الواحد يعني يبقى تجمع لناس كتير اول مره تعرف المكان عندنا. وكان الجو جو اسري وجو ظريف، ويعني زي ما الناس كانت مبسوطه ان هي موجوده عندنا في المطعم، احنا كمان كنا مبسوطين ان هم موجودين عندنا. كنت على البيج، ميرسي جدا ان جمعتنا مع بعض، ويا ريت نتكرر تاني. يعني هم مشكورين الجهد اللي هم بيقوموا بيه، وهم جمعوا مصريين كتير في دبي. اعتقد ان كانت البدايه في 25 يناير. الناس كلها كانت متحمسه، وهم استغلوا الحماس ده وابتدوا ان هم ينشروا الجروب، واعتقد ان هو بيزيد وبيكبر كل يوم يعني. وبنتمنى التوفيق ليهم دايما في تجميع المصريين. شكرا على الفكره، فكره كويسه يعني.
شاء الله على الامام يعني. وليد اقول له حب البوستات بتاعتك وخف شويه اللعب شويه، ابوس ايدك يعني. بالنسبه للملحي انت مقضي البيج حياتك الشخصيه، فخف علينا شويه. الصفحه دي بتاعتكم وعملناها علشانكم، واحد فيكم هو اللي عمل الصفحه مش انا، ومن غيركم ما كانتش هتبقى ولا حاجه. انتوا اللي عملتوها وانتوا اللي بنيتوها، ومن غيركم الصفحه ولا حاجه. ويا ريت اللي انا بطلب منكم اي بوست ينزل حد محتاج شغل، حد تعبان، حد اي حاجه، تساعدوا وما تكسلوش، لان ممكن في يوم من الايام تكون واحد من الناس اللي محتاجه مساعده، محدش عارف الزمن مخلي التاني. حد زعلان مني ما يزعلش. انا عارف ان انا الادمن الرخم بتاع الفلوج، يعني عايز الصفحه تنتشر اكتر طبعا. انا عايز كل مصريين في الامارات يشوف الصفحه اكتر. في ناس كتير جم معانا انا ووليد في الادمنز ومشيوا، انا بحب اشكرهم لانهم برضه ساهموا معانا في الصفحه وساعدونا وعملوا شغل معانا جامد يعني، فانا لازم كنت احب اضيف الشكر ده ليهم. وكمان احب اشكركم تنث اونلاين وسناب شوت اللي صوروا معانا اللي ورا الكاميرا يعني، بحييهم تحيه كبيره جدا، وان شاء الله يكونوا موجودين معانا في الايفنتس الجايه باذن الله. شكرا. ادمن ديكتاتوري؟ لا والله مش ديكتاتوري قوي، انا ادمن كيوت. لما كنت اعرف الملحي بس بقيت اعرف يمكن 50 واحد، 70 واحد يمكن. مش عارف 75 خليها يعني 580 ده الموضوع ظريف، وده الادمن التاني برضه الادمنز بيروشوا، وده الادمن الملحي بيحبني قوي. مع استاذ تامر احد اكبر متسابقي استاذ عاصم. انا السفير هو ده السفير يا جماعه، اللي على الشمال ده السفير وعلى اليمين ده متسابق العجل، وانا المذيع بتاع الحلقه.